السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نكتب الارقام من 1 ل99. لازم نشوف ان الارقام ديت اللي هي ايه، قاعدة الارقام. اللي هي بمعنى ايه، ان مفيش اي رقم من الارقام بنلاقيه مش في الارقام دي، فديت تعتبر اللي هي ارقام اساسية. تمام، يعني العدد او الرقم ما بينفعش يتخلى عن الارقام دي. تمام. اول حاجة لازم نبقى عارفين يا حبايبي ان الصفر ديت في اول بيت من البيوت، وان التسعة ديت اخر شقة. تمام، يبقى الصفر اول دور في الشقة او اول بيت، والتسعة ديت اخر دور او اخر شقة. تمام. فلو جينا نبص احنا ليه ما كتبناش العشرة، لان العشرة مكونة من رقمين اتنين، واحنا مش عايزين المكون من رقمين اتنين، احنا عايزين المكون من ايه، من رقم واحد. فلو جينا نبص هنا الصفر حط جنبه واحد، فكله زعل وقال له لا، هو الصفر حط جنبه واحد، لازم كل الارقام تحط جنبها الواحد ده، مش هينفع ان احنا نحط جنبنا الصفر يحط جنبه واحد واحنا ما نحطش جنبنا واحد. فقاموا جايين رايحين كل الارقام حطت جنبها واحد، فالواحد نزل بقى ايه، حط جنبه واحد بقى 11، والاتنين نزلت حطت جنبها واحد بقت 12، والتلاتة نزلت حطت جنبها واحد بقت 13، والاربعة نزلت حطت جنبها واحد بقت 14، والخمسة نزلت حطت جنبها واحد بقت 15، والستة نزلت حطت جنبها واحد بقت 16، السبعة نزلت حطت جنبها واحد بقت 17، والتمانية نزلت حطت جنبها واحد بقت 18، والتسعة نزلت حطت جنبها واحد بقت 19. ولازم نبقى، ولو جينا لاحظنا هنلاقي ان اول رقم صفر واخر شقة اللي هي التسعة. تمام. طيب الصفر بقى ايه، قام جه رايح طماع بقى حط جنبه ايه، اتنين، فكل الارقام قالت ايه بقى، لا انت حطيت جنبك اتنين، اشمعنى احنا عايزين نحط اتنين احنا كمان. قام جه رايح الواحد حط جنبه اتنين بقى 21، والاتنين نزلت حطت جنبها اتنين بقت 22، والتلاتة نزلت حطت جنبها اتنين بقت 23، والاربعة نزلت حطت جنبها اتنين بقت 24، والخمسة نزلت حطت جنبها اتنين بقت 25، والستة نزلت حطت جنبها اتنين بقت 26، والسبعة نزلت حطت جنبها اتنين بقت 27، والتمانية نزلت حطت جنبها اتنين بقت 28، والتسعة نزلت حطت جنبها ايه، اتنين بقت 29. ولازم نبقى عارفين ان هنا برضك اول بيت بدأ بالصفر واخر بيت انتهى بالايه، بالتسعة. تمام كده. جه الصفر تاني، قال لها ايه حكايته بقى، حط جنبه تلاتة، فكل الارقام قالت لا احنا كمان تحط جنبنا تلاتة. قام جه راح الواحد حط جنبه تلاتة بقى 31، والاتنين حطت جنبها تلاتة بقت 32، والتلاتة حطت جنبها تلاتة بقت 33، والاربعة نزلت حطت جنبها تلاتة بقت 34، والخمسة حطت جنبها تلاتة بقت 35، والستة حطت جنبها تلاتة بقت 36، والسبعة بقت 37 نزلت، التمانية هتنزل هتبقى 38، التسعة هتحط جنبها التلاتة هتبقى كام، 39. تمام كده. ماشي. الصفر تاني قال ايه، خلاص انا هحط جنب 4 انا كمان. قام جه رايح كله قال لا، انت حطيت جنبك 4 يبقى كلنا نحط الاربعة. الواحد حط الاربعة قدامه واللي جنبه عفوا، والاتنين حطت الاربعة جنبها، والتلاتة حطت الاربعة جنبها، والاربعة حطت الاربعة جنبها، والخمسة نزلت حطت الاربعة جنبها، والستة نزلت حطت الاربعة جنبها، والسبعة نزلت حطت الاربعة جنبها، والتمانية حطت الاربعة جنبها، والتسعة نزلت حطت الايه، الاربعة جنبها. فلو جينا نلاحظ بردك هنلاقي ان اول بيت هو الصفر، ماشي، واول رقم هو الواحد، وبعدين الرقم اللي الصفر بيحطه كل الارقام بتحطه بعده، ماشي. فلو جينا نبص هنا في العشرة جنبها دولا اخوات العشرة، او ماشي، او ولاد العشرة، والعشرين بردك دول ولاد العشرين، والتلاتين دول ولاد التلاتين، والاربعين دول كلهم اللي جنبها ولاد الايه، الاربعين. فجه الصفر تاني حط 5 جنبه، فقام جرح كله حط الخمسة، الواحد نزل وحط الخمسة جنبه، والاتنين نزلت حطت الخمسة جنبها، والتلاتة نزلت حطت الخمسة جنبها، الاربعة نزلت حطت الخمسة جنبها، والخمسة نزلت حطت الخمسة جنبها، والستة حطت الخمسة جنبها، والسبعة حطت الخمسة جنبها، التمانية حطت الخمسة جنبها، والتسعة حطت الخمسة جنبها. بردك لو جينا نبص هنلاقي ان الصفر اول بيت، واخر بيت او اخر شقة هي الايه، التسعة.
وجينا نبص الصفر تاني، حط الستة جنبه، قام جرح كل الأرقام، الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. قالوا لأ، لازم نحط الستة جنبنا زي ما الصفر حط الستة جنبنا، احنا لازم نحط الستة جنبنا. قام جرح ايه الواحد، قال لا الستة تتحط جنبي. كذلك الاتنين قالت ايه، لا الستة لازم تتحط جنبي، بقت 62. والتلاتة قالت الستة تتحط جنبي، 63. والأربعة بقت 64. والخمسة 65. الستة بقت 66. والسبعة بقت 67. بقت 68. بقت 69. نيجي لل70. السبعة الصفر حط قدامه جنبه السبعة، كله حط السبعة جنبه، فالواحد بقى 71، حط السبعة. والاتنين نزلت هتحط السبعة زي الصفر. والتلاتة هننزلها هتحط السبعة. والأربعة هننزلها هتحط ايه السبعة. والخمسة هننزلها هتحط ايه السبعة. والستة هتحط السبعة. والسبعة هتحط السبعة. والتمانية هتحط السبعة. والتسعة هتحط ايه السبعة. وجينا نبص هنا كمان مرة، الصفر حط التمانية جنبه، فكل هيحط التمانية جنبه هيبقى 81. والاتنين هتنزل تحط التمانية جنبها هتبقى 82. والتلاتة هتنزل هتحط ايه التمانية جنبها بقى 83. الأربعة هتنزل هتحط التمانية جنبها تبقى 84. والخمسة بقت 85. والستة هتنزل هتبقى 86. والسبعة هتنزل وتحط الرقم اللي حطه الصفر تبقى 87. والتمانية تبقى 88. والتسعة هتبقى 89. تمام كده. لو جينا نبص هنا، الصفر بقى ايه، قال حط التسعة انا كمان، قام جاي رايح كله حط التسعة. الواحد نزل اهو هيحط التسعة. والاتنين هتنزل تحط التسعة. التلاتة هتنزل هتحط التسعة. الأربعة هتنزل هتحط التسعة. الخمسة هتنزل هتحط التسعة. والستة هتحط التسعة. والسبعة هتنزل هتحط التسعة اللي الصفر حطها. والتمانية هتنزل هتحط التسعة. والتسعة هتنزل هتحط التسعة. يبقى لازم نبقى عارفين ان اول بيت يا جماعة هو بقى ايه اللي هو الصفر، والبيت الاخير او الشقة الاخيرة هي التسعة. ولازم نبقى عارفين ان ديت اسمهم قاعدة الارقام الاساسية، او ديت اللي اي رقم ما بيستغناش عنهم. لازم اي رقم من الارقام نلاقيهم فيهم القاعدة دي، او اللي هي ايه الخرسانة، اللي هو البيت ما ينفعش يتبني من غيرها، دي الاساس العمود. فلو جينا نبص ان ايه اللي هنا ايه، الصفر حط الواحد والواحد حط واحد، كله هنلاقي فيه زي ما الصفر حط الواحد كله حط الواحد، والاتنين حطت والصفر حط الاتنين كله حط الاتنين، وكذلك الصفر حط التلاتة كله حط التلاتة. تمام ماشي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.